بعد خراب الدنيا وانتهاء العالم أغلب البشر تقريبا اتبخروا وما بقاش فاضل منهم إلا قليل قوي، والناس اللي فضلت عايشة اتجمعت كلها في مكان واحد تحت حكم ملكة، والملكة دي كانت واحدة من أظلم ما يكون. المصيبة بقى إن الملكة دي ما شبعتش ظلم، راحت تطلب من ساحرة غريبة إنها تديها قوة جبارة علشان تبقى أظلم وأشرس من الأول. فيلا بينا نبدأ ونشوف الحكاية دي ماشية إزاي. المدينة دي بقى فيها جماعة اسمهم جماعة الكنيسة، ممكن تقول عليهم كده ناس متشددة ومجنونة شوية، بيحكموا الناس جوه المدينة بالحديد والنار وبيفرضوا سيطرتهم بكل عنف. وعلى فكرة المدينة دي ليها حاكم بيطلقوا عليه السيد الأعلى، ومراته طبعا هي اللي بتبقى الملكة، بس الاتنين دول ملهمش أي دور حقيقي في الحكم، مجرد واجهة يعني كده منظر وخلاص. اللي ماسك كل حاجة بإيده فعليا هم جماعة الكنيسة. المهم بنشوف ست من جماعة الكنيسة وبنعرف إنها مساعدة البطريرك، والبطريرك ده يعني القائد الأعلى لجماعة الكنيسة دي كلها، والمساعدة دي معاها دلوقتي شوية من رجالتها ومسيطرين على الموقف، واقفين كده حوالين واحدة اسمها جراي أليس. وجراي أليس دي مربوطة ومستنية مصيرها لأنهم ناويين يحاكموها ويعدموها بتهمة الزندقة، وطبعا ده لأن جراي أليس دي شغالة ساحرة، وفي العالم ده السحر بيعتبر جريمة عقوبتها الإعدام بدون نقاش. وفي الوقت ده بقى المساعدة أمرت رجالتها إنهم يشنقوا جراي، وقالت لهم خلصوا الموضوع ومشيت، وسابت واحد من رجالتها علشان يتولى عملية الشن. بس هنا بقى بتحصل المفاجأة، جراي أليس بتبص للراجل نظرة واحدة بس، وهنا بقى بتشوف لأول مرة قوة جراي السحرية الرهيبة. بمجرد ما عينيها شافت عينيه بدأ الراجل ده يتخيل حاجات مش حقيقية، تخيل ان هو اللي مربوط بالحبل ومش جراي، وعلى طول من كتر الخوف والرعب طلع المسدس بتاعه وضرب على الحبل علشان يحرر نفسه. وفجأة بيرجع للواقع وبيكتشف انه كان متحكم فيه تماما، وجراي فعليا خلته يفك قيودها. وبالفعل جراي ما صدقت وفكت نفسها وهربت من المكان، والمساعدة ورجالتها مش بيتأخروا وبيوصلوا بسرعة علشان يشوفوا ايه اللي حصل. ولما بيلاقوا الراجل اللي ساعد جراي المساعدة ما بتفكرش لحظة وبتقتله بنفسها لانها فهمت انه اتسحر واتحكمت في جراي. بعد كده بتبدأ حملة مطاردة كبيرة، المساعدة ورجالتها بينتشروا في كل مكان وبيدوروا على جراي، بس بالرغم انها لسه في نفس المكان اللي هما فيه محدش قادر يشوفها ولا حتى يحس بيها. وجراي بقى شغال على هادي، بتظهر فجأة وبتختفي فجأة، وبتقتل واحد ورا التاني من رجالة المساعدة من غير ما حد يعرف حتى هي جاية منين. وفي الآخر جراي بتمسك المساعدة ذات نفسها، لكن الغريب بقى انها ما بتموتهاش، وبتكتفي انها تربطها بالحبل وبتسيبها كده متعلقة كأنها هتتشنق، وبدل ما تخلص عليها بتستهزأ بيها وبتمشي بكل برود وكأنها بتقول لها بالبلدي يعني مش مستاهله حتى اني اخلص عليك. بعد كده بنشوف دلوقتي جراي وهي ماشيه وسط الناس اللي فاضلين من العالم، واهل المدينه كلهم واقفين بيحيوها باعجاب واحترام، ومن اللحظه دي بقوا يلقبوها بلقب جديد وهو الساحره اللي ما اتشنقتش، بمعنى اصح الناس حبتها وبقت بطله في عيونهم. وفي الناحيه التانيه بقى بنشوف شخصيه جديده في المدينه، راجل اسمه بويس. بويس ده شخصيه قويه جدا ومشهوره هناك، وسبب شهرته انه حافظ طرق الارض الملعونه حته حته، يعني اي حد عايز يخرج من المدينه ويروح للاراضي الخطيره دي لازم يستعين بخبرات بويس، وده طبعا اللي خلى سمعته تسابق اسمه. وبنعرف كمان ان بويس معاه سلاح خاص جدا، سلاح مش عادي خالص، تعبان ليه رصين. بويس بيرمي التعبان ده على اي عدو والتعبان بيهجم عليه ويخلص عليه فورا. وفي اللحظه دي بقى بتطلع له شويه حراميه عايزين يسرقوه ويخلصوا عليه، وبويس ما بيضيعش وقت، بيطلع التعبان بتاعه اللي هو السلاح ويرميه على واحد من الحراميه، والتعبان بيخلص عليه في ثانيه واحده. بعدها بويس بيطلع مسدساته وبيدخل في معركه مع باقي الحراميه، يضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم بكل سهولة ومن غير ما يتعب حد، وبعد ما بيصفيهم بيكمل طريقه عادي ولا كأن حاجة حصلت قدامه. بعد كده بنشوف ان جراي بعد اللي عملته مع المساعدة ورجالتها بتروح على بيتها، وعند باب البيت بتقابل ست مسنة كده شكلها بسيط وغلبان، وبنعرف ان جراي بتحب الست دي جدا وعلشان كده بتطلع لها شوية فلوس وبتديها لها كنوع من الشفقة يعني. بعدها جراي بتطلع تكمل طريقها على بيتها، وفي البيت بيجي لها زوار، بس دول مش اي زوار، دي الملكة نفسها مرات السيد الأعلى اللي هو رئيس المدينة، ومعاه مساعدها اللي اسمه جريس. المهم الملكة بتبدأ تتكلم مع جراي وبتعرض عليها طلب غريب جدا. الملكة عايزة جراي تخرج للأرض الملعونة وتدور هناك على أي مخلوق متحول، لأن في العالم ده بقى في كائنات كتير متحولة، ناس بتتحول لحيوانات زي الذئاب وحاجات تانية مرعبة. الملكة بقى طلبت من جراي إنها تلاقي واحد من المتحولين دول وتقتله وهو في عرينه، وتاخد مصدر قوته وترجعه للملكة. طب ليه بقى؟ لأن الملكة نفسها طماعة وعايزة تبقى واحدة من المتحولين الأقوياء دول، ووعدت جراي إنها لو عملت اللي هي عايزاه هتديلها فلوس كتير قوي ملهاش اخر. وجراي بعد ما سمعت العرض المغري ده وافقت على طول. وبعد ما الملكه مشيت جريس بيستغل الفرصه وبيجي يتكلم مع جراي في السر. جريس بيطلب منها طلب خاص وهو انها تفشل في المهمه وما ترجعش باي قوه للملكه. طب ليه بقى برضه؟ لان جريس شايف ان الملكه مش محتاجه القوه دي، وانها لو خدتها هتضيع نفسها بيها اكتر ما هتفيدها، وهو حابب يعني يحميها بطريقته. وعلشان يقنع جراي بيطلع لها ساعه قديمه غاليه جدا، ساعه ورثها من عيلته وكانت بتخص سحر
ساحر زمان وبيعرضها عليها كمقابل انها ما تنفذش طلب الملكه ولا ترجع لها باي قوه. وجري ساعتها بتفكر لحظه وبعدين بتوافق وبتاخد الساعه من جريس وهو بيسيبها ويمشي. بعد كده بقى بنشوف الملكه بتروح على بيتها وهناك بنشوف السيد الاعلى جوزها راجل مريض كده ومش قادر يتحرك من مكانه. وساعتها بنكتشف ان الملكه مش بتحبه خالص، بالعكس بتعامله اسوأ معامله، بتعامله بقله احترام واهانه واضحه. طالما مش بتحب جوزها يبقى بتحب مين؟ وهنا بقى بنعرف المفاجاه، بنعرف انها على علاقه غير شرعيه مع بويس ومن ورا كل الناس ومن ورا جوزها المريض. بس بويس رغم انه واقع في الغلط معاها بيحاول كل شويه يفوق ويقول لها العلاقه دي لازم تخلص، احنا مختلفين عن بعض. بعد كده بويس بيسيب الملكه ويمشي وفي طريقه بيقابل شويه من جنود القصر وبيسالوه كنت هنا بتعمل ايه بالظبط؟ بس بويس طبعا ما بيردش لانه كان موجود في السر ومش عايز حد يعرف. وبدل ما يحكي بقى ويبرر بيتخانق معاهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيمشي كانه ما عملش اي حاجه. بعد كده بويس بيروح على الحانه اللي دايما بيقعد فيها، قاعد كده وعلى راحته، وفجاه بتيجي جراي وبتقعد معاه وبتقول له انها عايزاه يجي معاها في مهمه خطيره جدا، وهي انهم يطلعوا للارض الملعونه وبيكون هدفهم مكان معين هناك اسمه بحيره الجماجم. ومن البحيره دي جراي ناويه تصطاد شخص متحول وتاخد منه القوه اللي بتخليه يتحول للذئب علشان بعد كده تودي القوه دي للملكه. وساعتها بويس بيسمع الكلام ده وبيفكر شويه، بس طبعا علشان يتحمس بيشترط عليها مقابل مادي كبير جدا. وفعلا في الاخر جراي بتوافق. وقبل ما يتحركوا من الحانه بقى بتوصل المساعده ورجالتها مع شويه من جماعه الكنيسه والوضع بيقلب اكشن على طول. بويس بسرعه بيرمي تعبان على واحد من رجاله المساعده والتعبان بيخلص عليه فورا. بس للاسف المساعده بقى ما سكتتش وبتقتل التعبان بتاع بويس، وده بيخلي بويس يغضب جدا ويبدا يقاتل بشراسه مع رجاله المساعده. وطبعا جراي كانت بتساعده وفي الاخر بياخدوا خيولهم وبيهربوا من المكان باقصى سرعه ومتجهين ناحيه الارض الملعونه. وفي نفس الوقت ده بقى المساعده بتروح لرئيس جماعه الكنيسه اللي هو البطريرك وبتكون جايبه معاها الست العجوز اللي كانت بتقعد دايما على باب بيت جراي. بتعترف للبطريرك ان الملكه وجريس راحوا لجراي وطلبوا منها تنفذ لهم مهمه، بس الست مش عارفه تفاصيل المهمه بالظبط. والبطريرك بيسمع الكلام ويؤمر المساعده انها تاخد اكبر قوه معاها من رجال الكنيسه وتطلع تطارد جراي فورا وتجيبها باي ثمن. ومش بس كده، كمان لازم تجبرها تعترف قدام الناس ان الملكه متورطه معاها في السحر والزندقه، وبالطريقه دي بقى يقدروا يشيلوا الملكه وجوزها السيد الاعلى من الحكم ويمسكوا بقى هم السلطه بدلهم. وساعتها المساعده طبعا بتفرح بالفرصه العظيمه دي وبتقرر تنفذ الخطه بحماس شديد. بعد كده بتمر الايام وبتبقى 5 ايام بس على اكتمال القمر، وجراي قاعده تصلح البندقيه الخاصه ببويس وهو قاعد يدور على افعى جديده بدل اللي ماتت منه، بس كل اللي بيلاقيه ما كانش بيعجبه. وتاني يوم الصبح بويس بياخد جراي على منطقه تجاريه كده، وفي المنطقه دي عندهم بيت لصاحبه اسمه روس واخته مارا وبيستقروا عندهم شويه علشان يرتاحوا. اول ما بيدخلوا البيت جراي بتقول لبويس احنا لازم نلاقي طريق مختصر، لازم نوصل للمكان قبل ما القمر يكتمل. وبويس بيفكر معاها بصوت عالي وبيقول لها ان طريق سكه القطر هيختصر عليهم يومين كاملين. في اللحظه دي بقى مارا كانت سامعاهم وهما بيتكلموا وبيكون ساعتها فاضل 4 ايام بس على اكتمال القمر. في الناحيه التانيه بقى بنشوف المساعده ركبت القطر ومعاها دبابه ومجموعه كبيره من رجال الكنيسه. وفي نفس الوقت الملكه بتروح للقائد وبتواجهه بعصبيه، انت ازاي القطر يخرج بكل الرجاله دي من غير اذني؟ احنا كده سايبين البلد من غير حمايه وممكن الشعب يثور علينا في اي وقت. لكن القائد بيرد عليها وبيقول لها انه مضطر يعمل كده، لازم يدور على الساحره ويقتلها لانها بقت رمز للثوار والعمال، ولو سابوها ممكن الناس تنتفض ضدهم. وفي نفس الوقت ده بقى المساعده بتكون وصلت على بيت روس واخته مارا وبتبدا تعذب في روس علشان يعترف بمكان بويس وجراي. ومارا لما بتشوف اخوها بيتعذب قدام عينيها ما بتتحملش المنظر وبتنهار وبتعترف وبتقول لها انهم رايحين لنهر الجماجم. وعلى طول المساعده ورجالتها بيخلصوا على روس وبيحرقوا البيت بالكامل وبيخطفوا مارا وبياخدوها معاهم. بعد كده بويس ومعاه جراي بيوصلوا لمكان اسمه الصدع وبيكونوا جايين هناك مخصوص علشان يقابلوا شخص، والشخص ده المفروض انهم هيوصلهم لحد تاني، وتاني ده هو المتحول اللي جايين يصطادوه وياخدوا قوته. بس وهم في وسط الصدع بتحصل المفاجاه، بيتفاجئوا بوجود المساعده ورجالتها. والمنظر كان حزين قوي لما مارا اتضربت قصاد عينيهم وماتت بطريقه بشعه جدا. وساعتها بويس اول ما شاف جثه مارا قدامه بيفقد اعصابه تماما وبيتحول لوحش بشري وبيهجم على رجاله المساعده وبيقتل فيهم يمين وشمال ومش فارق معاهم بقى عددهم ولا قوتهم. لكن جراي في الوقت ده بتتصرف بعقل وبتاخده بسرعه وبيهربوا سوا من المكان عن طريق قطر متعلق هناك. والقطر ده بقى مربوط بحبل مشدود بين برجين عاليين في الهواء، واول ما بيضربوه بيطير بيهم لفوق. بس المصيبه بقى ان جزء من رجاله المساعده لحقوهم وركبوا القطر معاهم، فبيبدا بقى عركه عنيفه فوق القطر الطاير وبويس وجراي بيقاتلوا بمنتهى الشراسه وبيقضوا على كل رجاله المساعده واحد ورا التاني. ومن بعيد المساعده كانت شايفه كل اللي بيحصل، ولما شافت رجالتها ماتوا قررت تتصرف بنفسها، مسكت قناصتها وضربت الحبل اللي رابط القطر بالبرجين والقطر بدا ينهار بيهم ويقع. بس قبل ما القطر يقع كليا جراي وبويس بيقدروا ينطوا منه بسرعه. المشكله
المشكله هنا بقى ان جراي قدرت توصل للارض بامان، لكن بويس كان هيقع. جراي حاولت بسرعه تسنده وتطلعه، بس ساعتها المساعده من بعيد كانت شايفه المشهد بالقناصه وابتدت تجهز طلقه علشان تقتل بويس. وبسرعه رهيبه جراي استخدمت سحرها واتحكمت في المساعده من بعيد وخلتها تتلخبط وما تشوفش كويس، فالطلقه فعلا جت في بويس بس الحمد لله ما جاتش قتلته. وجراي ما ضيعتش وقت وخدت بويس وهربوا هما الاتنين من المكان وسابوا الصدع وراهم بكل الدمار اللي حصل فيه. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف جراي وبويس قاعدين في مكان كده، وجراي بتحاول تعالج بويس وفعلا بتنجح انها تطلع الطلقه من جوه جسمه. وفي الناحيه التانيه بقى بنشوف الملكه بتكتشف انها حامل، والمصيبه الكبيره بقى انها مش حامل من جوزها السيد الاعلى، لا دي حامل من بويس. واول ما بتعرف الخبر ده بتقرر ان جوزها ما بقاش له اي لازمه خلاص. هي بقى شايفه انها طالما معاها طفل حتى لو مش ابن السيد الاعلى ممكن قدام الناس تعتبره وريث العرش والسلام. وفعلا اول حاجه بتعملها الملكه انها بتقتل السيد الاعلى فورا بدون تردد، وبعدها على طول بتعلن نفسها ملكه رسميه للمدينه. وطبعا البطريرك كان حاضر احتفاليه تتويجها بس كان بيغلي من جواه ومش قادر يعترض ولا يتكلم. وبعد الحفله البطريرك بيتكلم مع المساعده وبيطلب منها تسرع اكتر وتخلص على جراي باي ثمن، والمساعده فعلا بتوافق على كده. وفي الوقت ده المساعده ورجالتها كانوا راكبين القطر ومكملين طريقهم علشان يوصلوا لجراي ويقبضوا عليها او يتخلصوا منها. وفجاه وهم في الطريق بيلاقوا جراي واقفه قدامهم على قضيب القطر، فبتبدا المساعده ورجالتها يجروا باقصى سرعه بالعربيات ناحيتها علشان يدوسوها ويخلصوا عليها. لكن فجاه بقى كلهم بيتفاجئوا، جراي كانت عامله لهم كمين، القطر اللي ماشيين عليه نهايته متدمره وحرفيا مفيش قدامهم اي طريق يكملوا عليه. وجراي بتنط في اخر لحظه وبويز بيكون تحتها وبيمد ايده وبيمسكها قبل ما تقع. اما القطر اللي فيه المساعده ورجالتها بيقع من فوق القضيب وبيتدمر بالكامل وكل اللي فيه بيموتوا حرفيا. اما بقى في الناحيه التانيه البطريرك كان قاعد في مقر جماعه الكنيسه. جريس ومعاه شويه من رجال الملكه هجموا فجاه ودخلوا عليه المقر وخلصوا عليه بطريقه بشعه، طعنوه بالسكاكين كتير جدا لحد ما مات. وبالشكل ده بقى الملكه تكون خلصت على جماعه الكنيسه بالكامل وعملت انقلاب كامل على كل الناس اللي كانوا واقفين ضدها، وبقت دلوقتي بتحكم المدينه بايديها لوحدها من غير اي معارضه بقى ولا دوشه من اي حد. بعد كده بنشوف جراي ومعاها بويز بيوصلوا اخيرا لمكان اسمه بحيره الجماجم، وهنا بقى بتبدا جراي تجهز نفسها وتلبس الاسلحه اللي ناويه تحارب بيها المتحول اللي خلاص قربت تواجهه. واسلحه جراي كلها مصنوعه من الفضه، لان زي ما معروف الفضه نقطه ضعف المتحولين وبالذات اللي بيتحولوا لذئاب. لكن بويز بقى بيوقفها وبيقول لها الفضه لوحدها مش كفايه، المتحول اللي هنقابله هناك اقوى من كده بكتير. وجراي ساعتها بتضحك بثقه وبتقول له ما تقلقش انا عامله حسابي، وفعلا بتاخده وتمشي بيه ناحيه البحيره. لكن هناك بقى بتكون المفاجاه، جراي بتقول لبويس مفيش متحول هنا غيرك، انت هو المتحول. وهنا بقى بنكتشف ان بويس من الاول كان متحول والمفروض ان جراي استدرجته لحد هنا مخصوص علشان تقتله وتاخد قوته، يعني بالبلدي كده كانت عارفه حقيقته من البدايه وهو اللي فاكر نفسه جاي يساعدها. وبدون لحظه تفكير جراي بتبدا تهاجم بويس، وفي اللحظه دي القمر بيطلع وبيتحول بويس لذئب ضخم وشرس شكله مرعب جدا. وبتبدا ساعتها بقى المعركه، الضرب شغال شمال ويمين، بويس بيهجم وجراي بتتفادى وتضرب وبتستخدم سحرها علشان تعمل له اوهام وتشوشه. ورغم ان بويس قوي جدا لكن جراي كانت اذكى بكتير وبتفضل تضرب فيه وبتستنزف قوته لحد ما في وقت معين بتقدر تسيطر عليه وبتربطه. وفي اللحظه دي بقى القمر بيبتدي يستخبى وبيرجع بويس تاني لشكله البشري. وجراي ساعتها بتقعد معاه وبتقول له كان عندك حق، الفضه لوحدها ما تنفعش. وساعتها بقى بتكشف له المفاجاه، لما جراي كانت بتعالجه من الاصابه اللي جات له ايام ما المساعده ضربته بالنار هي ما كانتش بتعالجه فعلا، دي كانت بتزرع جواه سلاح فضي مسموم علشان يقلل من قوته وهي تقدر تسيطر عليه بعدين. وبعدين تقول له دلوقتي القمر هيكتمل وانت هتتحول تاني، وانا ساعتها هسلخ جلدك علشان هو ده مصدر قوتك، وهاخد الجلد ده اقدمه للملكه علشان تبقى عندها نفس القوه اللي كانت عندك. وبويس ساعتها بيسمع الكلام ده وبيبص لها وهو مصدوم، ما كانش مصدق ان دي هي جراي اللي حبها. ووقتها بيطلب منها طلب اخير وبيقول لها انت عمرك ما رفضتي طلب لحد فنفذي لي بقى طلبي انا كمان. وساعتها بتساله ايه هو طلبك، وساعتها بيقول لها انا حبيتك بجد ومش عايز اموت، نفسي نعيش سوا ونتقابل سوا في العالم المدمر ده. جراي ساعتها بترد عليه وبتقول له انها موافقه بس الثمن لازم يدفع الاول. وفي اللحظه دي بقى القمر بيطلع كامل وبيتحول بويس تاني للذئب، وجراي تبدا تجهز نفسها وتسلخ جلده علشان تاخد قوته. وطبعا في الاخر بويس بيموت، وجراي لانها كانت بتحبه وتحترمه دفنته دفنه تليق بيه. وبعديها بتحط الساعه السحريه بتاعت عيله جريس فوق قبر بويس كانها بتقول له انا فاكره كل حاجه بس كان لازم اعمل كده. بعد كده بنشوف دلوقتي ان جراي رجعت تاني للمدينه، بس المدينه ما بقتش زي ما سابتها خالص، الوضع اتغير تماما. ثوره كبيره قامت ضد الملكه بعد الانقلاب اللي عملته جماعه الكنيسه، الناس طلعوا في الشارع بيهتفوا ضدها، وفي وسط ده كله الناس بقت تهتف باسم جراي باعتبارها رمز للمقاومه ضد ظلم الملكه وجماعه الكنيسه سوا. لكن جراي بقى ما اهتمتش بكل
ده ولا حتى بصت وراها. اخدت بعضها وراحت تقابل جريس، وهناك بقى سلمته جلد بويس وهو متحول لذئب، وده كان مصدر قوته. وطلبت من جريس انه يدي الجلد ده للملكه بس بشرط. قالت له لازم تجرح نفسها وتحط دمها على الجلد وتلبسه قبل ما القمر يختفي وتطلع الشمس، ولو ما عملتش كده النهارده القوه دي هتضيع للابد ومش هتقدر تتحول لذئبه نهائيا. لكن جريس كان واضح عليه انه مش مهتم بالكلام ده خالص، وبيرد على جراي: ايوه انت نجحتي في المهمه بس دي ما كانتش الخطه اللي انا عايزها. انا ما كنتش عاوز الملكه توصل للقوه دي اصلا. وساعتها طلب منها ترجع له الساعه السحريه اللي كان مديها لها، لكن جراي قالت له الساعه ضاعت مش هتقدر تاخدها تاني. وبعدين ضحكت وقالت له بس على فكره انا برضو نفذت طلبك. الشخص اللي كان على علاقه محرمه بالملكه اللي هو بويس انا خلصت عليه، يعني خليتك لوحدك في الساحه، ودلوقتي الملكه ما فيش حد حواليها وانت الوحيد اللي بقيت قريب منها. يعني من الاخر كده انا اديتك اللي انت عايزه وسهلت لك الطريق خالص للملكه. ولما جريس بيعرف ان الجلد اللي معاه ده هو جلد بويس ما يعملش اي رد فعل كبير وبيسيب جري تمشي عادي جدا. وفعلا بعد كده جريس بيروح للملكه وبيسلمها جلد بويس وبيقول لها بالحرف جري قتلت بويس علشان تاخد منه القوه دي. والملكه اول ما بتسمع الكلام ده بتتجنن حرفيا. الست دي كانت بتحب بويس بجد وكانت شايفه فيه كل حاجه هي ناقصاها، وكانت نيتها من البدايه مش انها تاخد قوته هو بالتحديد لكن تاخد قوه من اي حد زيه علشان تتحول زيه وتبقى من نفس نوعه، بس طبعا من غير ما تقتله. وده ليه بقى؟ علشان تتساوى معاه في الشكل والقوه وتقرب له اكتر، لانه زمان قال لها احنا مش شبه بعض وكان يقصد انه متحول وهي بني ادم عاديه. فهي كانت بتحاول تعمل المستحيل عشان تبقى زيه علشان يحبها زي ما هي كانت بتحب. لكن دلوقتي بقى اللي حصل هو العكس، بويس مات وجراي خدت قوته. فالملكه ما بتستحملش الصدمه وتمسك سلاحها وتقتل جريس في لحظه غضب رهيبه. بعد كده بقى بتقعد تعيط في مكانها وانهيارها بيزيد لما بتشوف جلد بويس قدامها، عارفه انه خلاص راح ومات وهي كانت السبب بطريقه او باخرى. وفي الاخر بقى بتاخد قرار نهائي انها تهرب من المكان وتسيب الجلد مكانه، وبترفض انها تستخدم دم بويس علشان تاخد قوته. ففي الاخر قررت تمشي مش بس عشان بويس لكن كمان علشان الثوره اللي مولعه في المدينه والناس اللي هتقلب عليها. فبتقرر تهرب من المواجهه وبتسيب كل حاجه وراها. وبعد ما القمر اختفى والشمس طلعت مفيش حد استخدم جلد بويس، واللي حصل كانت مفاجاه كبيره. الجلد اختفى وفجاه الروح بترجع تاني لجسم بويس وبيبدا يتحرك من قبره، واللي رجعه مش مجرد صدفه. السبب الحقيقي كانت الساعه السحريه اللي جراي حطتها على قبره واللي ساعدت ان التعويذه تكتمل. فبيرجع بويس للحياه من تاني لانه محدش قدر يستخدم قوته. وبعد فتره مش طويله بويس بيرجع للمدينه بس شكله كان متغير خالص، وشه كله متخيط ومتشوه بعد الضرب اللي خده من جراي طبعا، وكل علامات الالم واضحه عليه. بيروح بقى يدور على جراي وقلبه مليان انتقام عاوز يخلص عليها. بس لما بيقابلها جراي بتحكي له على كل حاجه، بتقول له انها كانت عارفه من الاول ان الملكه عايزه تتحول لذئبه علشان تبقى شبه بويس وتعيش معاه وتتجوزه. لكن جراي ما كانتش مستعده تدي القوه دي لملكه مجنونه، خصوصا لما جريس طلب منها كده. فقررت تستغل الفرصه وتخلص على الملكه والكنيسه مره واحده، وده طبعا علشان اهل المدينه يتحرروا. طب ازاي عملت كده؟ قبلت عرض الملكه وقبلت الساعه من جريس وجابت معاها بويس اللي كانت عارفه انه بيحب الملكه وخرجت بيه للارض الملعونه، وعملت كل الترتيب ده علشان البطريرك يبعت لها المساعده ورجالتها وهي تخلص عليهم زي ما حصل بالظبط. وبعد كده بقى الملكه تقلب على الكنيسه وتقتلهم والناس تشوفها مجنونه وتقوم ضدها زي ما حصل حرفيا. جاي بعدها تقتل بويس وتدي قوته للملكه وتقول لها انها دي قوه بويس، وساعتها بقى الملكه تتجنن وترفض تاخد القوه وتقتل جريس وتنهار وتقرر تهرب. وبكده بقى يبقوا خلصوا منها هي كمان. وفي نفس الوقت جراي كانت سايبه الساعه على قبر بويس علشان يرجع تاني للحياه لما محدش يستخدم جلده، وده برضه اللي حصل بالظبط. يعني في الحقيقه جراي ما قتلتوش ولا حاجه، كل ده كان جزء من خطه اكبر. ولما بويس بيسمع منها كل ده بيبص لها وبيقول لها انت ذكيه جدا وانا حبيتك اكتر من الاول. وبتقول له فاكر لما قلت لي اننا نشتغل سوا ونعيش مع بعض؟ فيلا بقى وننفذ طلبك الاخير. وفعلا بنشوف بويس وجراي ماشيين سوا في الارض الملعونه وجاهزين لمهام مجنونه في عالم محطم لكنهم فيه شركاء في القوه وفي الحب وفي الحرب كمان. وفي النهايه محدش قدر ينقذ العالم لكن جراي وبويس انقذوا بعض. في وسط الخراب اختاروا ما يفلتوش من بعض واكتشفوا ان الحياه حتى لو مكسره لسه ممكن تبدا من جديد، بس المهم يكون معاك حد يكمل معاك الطريق. ومن هنا بتكون نهايه قصه فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات. واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.